ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه كده بدات اعمل معاكم ان انا نضفت السمك، بس نضفته من يعني ايه، بره الكاميرا وكده علشان اخد راحتي وابقى يعني مرتاحه انا وبنضف. نضفته وحطيت له، طبعا انا بحب انقعه بدقيق علشان بيشيل الزفاره جدا. جربوا انكم انتوا تنقعوا السمك بس مش كتير، يا دوب ربع ساعه او نص ساعه، وبالفرشه تنضفوه كويس. زي ما انتوا شايفين السمك بتاعي، شايفين قلبه عامل ازاي، ابيض بجد وتحفه، ومستحيل هتشميله ريحه زفاره. بحب انقعه بشوية دقيق، وممكن ملعقة خل صغيرة جدا لو هعمل السمك في وقتها. لا هشيله في الفريزر. بصراحة ما بقدرش، يعني انا هشيل دول في الفريزر وهعمل دول دلوقتي معاكم. اول حاجة كده بدأتها ان انا بدأت كده ان افصص توم. طبعا سمك يعني توم وكزبرة وكمون. فطبعا يفضل انه لما نيجي نعمل سمك يكون توم فريش، علشان التوم الفريش بتكون النكهة بتاعته قوية، وبتكون يعني بيدي نكهة حلوة جدا، افضل من السمك سوري، افضل من التوم اللي بيكون مفروم ومتشال في الفريزر وكده. ما بيكونش النكهة بتاعته قوية زي الفريش. فانا بصراحة السمك بالذات لازم بحب اعمله توم فريش، وطبعا لازم بيكون توم كتير. انا هعمله تتبيلة، هعمله توم وهعمله هريسة. عندي هريسة بس مش حامية بصراحة، هي هريسة باردة. بس معايا يعني اشتريت انا في مشتريات الاسبوع فلفل اخضر حامي، وهعمله معاكم في الفيديوهات اللي جايه. معرفش الفيديو ده هينزلكم الاول ولا الفيديو التاني. فيديو كده عامله فيه شويه تفريزات كده حلوين، وازاي تسهلي كده على مطبخك وتظبطي. انتظروا الفيديو الجاي. اول حاجه هنا عملت بالثوم بالهراسه. بجد بجد حلوه جدا، وبجد اختراع اختراع اختراع. جميلة جدا وما بتاخدش وقت يعني، وبتضغطي ضغطة كده بسيطة وبتفرمي التوم كويس جدا. هعصر عليها واحدة ليمون. وهحط 3 معالق كده خل. انا مش يعني، انت على حسب الكمية تقدري تتحكمي. وطبعا بنملح الملح بتاعنا كويس من البداية، علشان السمك من الحاجات اللي لازم تبقى واخدة حقها كده في الملح من البداية بس. وهملحه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الهريسه. وهبتدي ان انا افتح التوم بتاعي، افتح السمك بتاعي بالشكل ده. بحب اديله كده شويه شرط كده بالسكينه، علشان يستوي معايا اسرع في الزيت. وكمان اضمن ان التتبيله كلها واللحم يتبل كويس. بتكون افضل بكتير جدا من انك ما تفتحهاش. وخاصه لو السمكه بتاعتك كبيره، يعني لازم بتحتاج ان تفتحي الظهر بتاعها، علشان السمك بتاعك يبقى اللحم بتاعه متبل كويس جدا. بس تبلتهم واشيلهم في الفريزر وهسيبهم لحد ما يتجهزوا. هجهز بعد كده الحاجات بتاعت المسقعة. هنا طماطم، عملت خضرة علشان يعني اجهزها، علشان هعملها فريشة تحت السمك. وهبتدي ان انا اعمل البتنجان بتاعي. هقشره وهقطعه. هقطعه عادي كده، يعني تقطيعات عادية، مش والحتة اللي هلاقيها فيها يعني مشكلة وكده ومحتاجة ان هي آه، يعني تتشال، هتخلص منها. طبعا انا كل ده وكنت مجهزه الزيت بتاعي، يعني ولعت عليه مسافه، قلت ما اقطع كده البتنجان. بحب جدا لما اجي اعمل مسقعه بتكون يعني ما بحبش ارفع كده الكرات بتاعه البتنجان، علشان لما تيجي نقدمها وكده تكون الخرطه كده ماسكه نفسها، لان احنا هنسويها لسه في الصلصه وكده. فما تتهرش معاكي وتلاقي يعني الصلصة خلطت عن معاكي في البتنجان، فتلاقيه بقى عك كتير بصراحة. فأنا ما بحبش كده. فبحب جدا ان انا لما باجي اعمل مسقعة اعمل كده الخرطة كده مالية نفسها حلوة، بحيث برضو تستوي معايا في الزيت وتكمل باقي السوا بتاعها في آه، بقت تسوية في الصلصة. يعني هي اكيد مش هتستوي كل السوا في الزيت، يا دوب انا بحمرها بس، يعني بتاخد وش من الناحية دي ومن الناحية دي، وما بتكونش استوت 10 على 10، عشان الخلطة بتاعت البتنجان بتكون كبيرة.
فبتكمل باقي السوا، بس بتاخد نكهة القلي، لانه اللي احنا حطيناها نية مش هتكون حلوة بصراحة. بس واللي بلقاها كبيرة بقسمها بالنص زي ما انتوا شايفين. يعني ايه، ظبطي الدنيا كده، حابة تضيفي فلفل حطي، حابة تضيفي بطاطس ضيفي. انا بصراحة استكفيت ان انا احط البتنجان بس، وقلت يعني ايه مش هضيف بطاطس ولا فلفل ولا اي حاجة تاني، هو البتنجان. وهعملها بتوم. تقدري برضه لو مش بتحبي التوم او التوم بيتعبلك معدتك، ممكن تستبدليه تعملي بصل. قطعي بصلاية بس صغيرة، ما تحطيش كتير، وضيفي عليها شوية هريسة برضه مش حامية عشان لو بتتعبي وكده. بس انا بصراحة المرة دي هعملها بتوم، علشان جنب السمك بتبقى محتاجة ان هي ايه، يعني بتكون بتوم افضل، يعني انا دي وجهة نظري. بس انتوا لو بتحبوا يعني بالبصل برضو عادي براحتك، او حاسه انك انت بتتحسسي كده من التوم او معدتك ما بتستحملوش، ما تستخدموش يعني، براحتك يعني. وهعمل جنبيه رز، بس مش هعمل رز صيادية ولا رز بكركم، هعمل رز كده ابيض بس مفلفل، هتشوفوه معايا. بتكون كده حبيته كده مخلط كده، هتشوفوا شكله عامل ازاي. كمان لو معاك زعفران حطي، بجد هيوديه في حتة تانية. بس بصراحة للأسف أنا ما عنديش، فاستكفيت بان انا اعمله زي تدريج كده الوان، هتشوفوه معايا. بس وهنا ايه، حطيت الطاسه بتاعتي، طبعا بحب اغسلها كويس، ودي طاسه يعني انا مخصصاها كده للقلي، هتلاقوها شكلها مبهدل حبتين، بس هي بتاعت القلي يعني وكده. عشان انا بصراحه ما بحبش اوسخ طاسات كتير يعني للقلي، لانه هي هتبوظ اصلا. بس احط فيها كميه الزيت بتاعي، واسيبها تسخن شوية، وبعد كده انزل بالبتنجان بتاعي. ما بحبش ابدا انزل بالبتنجان والزيت مش حامي، علشان بيشرب الزيت طبعا، لازم يكون سخن عشان ياخد صدمة كده من البداية. فبصراحة يفضل جدا انك انتي تسخني الزيت الاول. وكمان برضو يعني انا هستخدم نفس الزيت ده للسمك، بس قلت اقلي البتنجان الاول بعد كده اقلي السمك، عشان كده كده هيترمي بعد السمك، فايه ابقى اخد الفايدة بتاعته كده ايه من البداية. كمان بدل ما اطلع زيت جديد واحط زيت لقلي البتنجان، فبصراحة استسهلت كده ان انا اعمل ايه، يعني قلت اجلي البتنجان الاول مسقعة، وبعد كده ايه استخدم الزيت هو للسمك، لان زيت السمك ما بيقعدش، بيتكب على طول بعد السمك ما بيقعدش، لان هو اساسا يعني بيبوظ، وكمان بيكون زفر، فما ينفعش تقلي فيه اي حاجة تاني غير سمك. فبصراحة انا من البداية ما بحبش ايه اكتر له زيت قوي، علشان ايه ما يعني ايه ما يدعكش معايا زيت كتير ويبهدل معايا كتير. بس هبتدي كده اقلي البتنجان، كنت قليت كده رصة وطلعتها. وعايزه اقول لكم انتوا هتكملوا معايا الفيديو، هو النور قطع بصراحه. آه النور قطع انا وبعمل الرز وبقلي في السمك، فبصراحة ايه هتكملوا معايا الفيديو، هو النور قطع. حطيت كده المسقعة، وبدأت كده ايه اقلب كده، اشوح كده التومة بتاعتي، واضيف عليها شويه كده ايه كزبره. مسقعه بتحب التوم وبتحب الكزبره والكمون، بتحب الطماطم الكتير كمان. عايزه اقول لكم يعني احنا بنحبها كده. هسيبها ايه تتسبك، وفي نفس الوقت كده ايه بقلي في البتنجان. عايزه اقول لكم انا كنت بسارع الوقت عشان النور ما يقطعش، عشان هو بيقطع عندنا في يعني فتره الغدا، بيقطع من 1:30 بيجي 3 وربع، 3:30 زي كده، فبيقطع في وقت مهم جدا بصراحة. فبحاول انجز ما يمكن انجازه قبل ما يقطع النور. بصراحة حوار النور ده يعني افور جدا. هنا عايزة اقول لكم اهو قطع، انا وبحط كده البهارات بتاعتي. ضفت ايه بهارات، ضفت كزبرة، فلفل اسود، وسنة كمون. آه، بس دي يعني البهارات اللي انا ضفتها، وفلفل اسود طبعا. هعمل كده الرز معاكم. هنا كنت بولع ايه البوتاجاز بتاعي، حطيت كده الطاسة عشان اقلي السمك، وزودتها شوية زيت، وهنا حطيت زيت علشان اعمل الرز. زي ما قلت لكم انا هعمل الرز متدرج، وطبعا كنت غسلاه كويس الاول ومظبطاه يعني وكده، وحطيت له كده بحب لما اشوح الرز اضيف له ايه
بضيف له ملح علشان ايه يتشوح معاكي اسرع، وفي نفس الوقت تكوني غسلاه ومصفياه هيتشوح معاكي اسرع. بس بعد كده ايه طبعا ايه هشوحه وهتشوفوا معايا شكله هيكون عامل ازاي. بقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا يعني كنت بدرت الدقيق بتاعي وحطيته كده في الدقيق ونزلت في الزيت. اعمله ازاي؟ بحب احط كده في الدقيق ملعقه كركم وشويه كزبره وكمون وفلفل اسود وملح، واظبط كده الكركم علشان يخلي ايه لون السمك بتاعي كده ذهبي وحلو جدا. والمره الجايه قلت لازم اجرب معاكم السمك هو بالعجينه اللي طالعه جديد دي ترندي، قلت لازم كده اجربه معاكم. انا جربتها كده مع نفسي، عايزه اقول لكم طلعت بجد جدا كده، هجربها معاكم الفيديو اللي جاي لما نعمل سمك. لازم هجربها يعني معاكم. بس خليت كده الرز بتاعي جزء فيه احمر، يعني مش احمر، يدوب كده واخد لون، وجزء كده اصفر، وجزء ابيض. وفي نفس الوقت كده قصادي برضو بقلي في السمك علشان برضو ايه ايدي يعني تبقى هنا وايدي هنا، علشان نخلصهم كده بسرعة وما ياخدوش معايا وقت. بس طبعا انا السمك بكون معليه النار في الاول، وبعد كده بهدي النار وبسيبها ايه تستوي ايه براحتها. بعد كده لما بلاقيها استوت بعلي النار عشان تنشف وما تشربش معايا زيت، ولما اجي اطلعها ما تكونش شاربه معايا زيت كتير. بس وايدي برضو ايه في الرز حطيت كده الملح بتاعي وظبطته. بس بصراحة الحلة دي كانت صغيرة على كمية الرز اللي انا عملتها، فكانت صعبة جدا في التقليب وفي لما ضفت المية يعني ما كنتش واخدة راحتي. بصراحة يعني الرز من الحاجات اللي بتحب ايه تتقلب كتير، فبتحب حاجة كبيرة من البداية، كمان عشان هي بتنفش يعني. كمان لو انت حطالها شعرية، الشعرية بتساعد جدا في الرز وبتخليه ينفش قوي يعني وكده. بس وهنا كنت تقريبا دي كانت اخر رصة معايا في السمك، حطيتها برضو. عايزة اقول لكم كان بجد طعمه كده لذيذ، واول ما بطلعه بحب جدا ان انا ايه اعصر عليه ليمون علشان بيكون حلو جدا. وهنا كنت هعمل حبة السلطة بتاعتي. كان هنا النور جاب يعني كان النور جه، فقلت كده اعمل معاهم كده ايه شوية السلطة. سلطة هعمل خيار على طماطم ونقطع كده جزرايه كده وسطهم، هتطعم معايا الدنيا. عايزه اقول لكم برضو عملت طماطم كده متبله برضو بالثوم والشبت والكزبره، كانت حلوه جدا جدا جدا. جربوها، عملتها معاكم كذا مره على القناه، هتحبوها جدا لو جربتوها بجد. وهوريكم شكل السفرة بعد ما غرفت الأكل. بجد كانت سفرة تجنن وأكل كان يجنن. بصوا شايفين شكل الأكل، وده كان شكل الرز، وعملت سمك، وده شكل السمك، وغسلت الجرجير طبعا، وهنا الطماطم، وعملت الطحين، وهنا كنت يعني ايه بحول كده في الأكل، ولسه مكنتش يعني ايه غرفت السلطة. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامة.